مساء الخير عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض فطير حلو. بصوا، من غير ما نعجن ولا نفرد ولا نعمل اي حاجة. شوفوا الفطير هيطلع معانا مورق ازاي، وكمان منفوخ وهش جدا وطعمه خطير خالص. وكمان شوفوا الفطيرة احنا بنشتريها غالية قد ايه، واحنا هنعملها مش هتكلفنا حاجة، وشكله خطير جدا وسهل وسريع ان انت تحضريه. بس قبل ما ابدأ في الوصفة، ياريت لايك للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهات الجديد. ويلا بينا على طول على الوصفة. اول حاجة بجيب طاسة بحط فيها كوباية من السكر، هحط عليها كوباية من المي ونص ليمونة. دي اول حاجة بنعملها. بشيل بذر الليمون اللي وقع مني ده كده تمام جدا. بدوبه شوية كده وباخده احط على البوتاجاز يغلي حوالي 5 دقايق، وبعدين بحط رشة من الفانيليا واطفي عليه. بعد كده بقى بنجيب لفة من الجلاش. دي لفة الجلاش هتعمل لنا 6 فطاير زي ما شفناهم في اول الفيديو، ويعني 6 فطاير حلوين مش وحشين. بالنسبة للفة الجلاش هتطلع لنا 6 فطاير. شوف الفطيرة بره بنشتريها بكام، وخصوصا الفطيرة الحلوة. هفرد لفة الجلاش كده، وهاخد اول ورقة وهجيب طبق فيه كده معلقة كبيرة من السمنة النباتي، وهحط عليهم معلقتين كبار من الزيت بالشكل ده. السمنة النباتي اللي بيسألنا عليها لازم يكون نوع سمنة نباتي نقي 100%. اي نوع سمنة بقى تفضلي، المهم ان انا الاقي مكتوب عليه سمنة نباتي نقي 100% بالشكل ده. يعني سمنة نباتي 100%، يبقى كده السمنة معانا تمام. وبجيب بقى ادهن الورقة، وبعدين بحط عليها ورقة تانية. كل الناس اللي سألتني على انواع السمنة زي ما اتفقنا زي ما وريتها لكم، المهم ان هي يبقى مكتوب عليها سمنة نباتي 100%. اي نوع بقى بتحبيه او تفضليه. حطيت الورقة التانية وابتدي ادهنها. بعد ما دهنتها كده، يعني هي دهنة خفيفة مش كتير ولا حاجة، بطبقها. بجيب النص ده اطبقه كده، والجنب التاني بجيبه عليه وهطبقها كده. انا هطبقها كده هلاقيها كبيره، يعني انا بعد ما طبقتها كده رجعت طبقتها تاني زي التطبيقه اللي انا هوريها لكم دلوقتي عشان يبقى شكلها حلو. هي كده انا حسيتها ان هي كبيره. جبت ورقه كمان هبتدي ادهنها، وهجيب ورقه كمان عليها واحطها وهدهنها. يعني بندهن دهنه خفيفه مش كتير، يعني هي شوفوا ما خدتش معانا يعني دهون كتير. واجيب الجنب ده واطبقه بالشكل ده واحط التاني عليه، وهطبقها زي الظرف. بدهن كده طبقة منها جنب منها واطبقها بالشكل ده. كده شكلها اصغر واحلى، فانا هعملهم كلهم بالشكل ده. بعد ما خلصتهم كلهم طبعا انا حطاهم في الصينيه بالشكل ده، ودهناها بالسمنه النباتي او الزيت الصينيه، وبحط فيها الفطير وبدهن الوش بالشكل ده. بالباقي الكميه اللي معايا بدهن وشه كويس جدا عشان يطلع معانا لونه حلو في التسويه. طبعا انا بدخله الفرن على الرف اللي في النص. اول ما بيستوي من تحت وياخد لون بالشكل ده، شوف انا اوريكم التسويه ومنفوخ معانا في الفرن ازاي، قابب ومنفوخ جدا معايا. بعدين بولع الشوايه من فوق واديله لون من فوق بالشكل ده، وبعدين بطلعه. شوفوا لونه جميل جدا، والتسويه دي المظبوطه اللي هتطلعه معانا جميل جدا. بياخد حوالي تلت ساعه في الفرن. بعد ما طلع معايا طبعا الفطير سخن، بجيب الشربات بتاعنا
اللي احنا عملناه في اول الفيديو. طبعا هو بارد كده، عشان كده انا عملت اول الفيديو هو بارد، والفطير معانا سخن، وابتدي ارش عليه رشه كده. احنا بنرش عليه رشه من الشربات ليه؟ عشان يطرى معانا، عشان يبقى طري معانا، لو كمان عشان يبقى طعمه حلو. لاني انا ما حبيتش احط حشوات في النص، زبيب او مكسرات، لاني انا هحطها من على الوش دلوقتي، فانا ما رضيتش احط في النص حشوات، فحبيت احطها من على الوش بالشكل ده، فما حطيتش في النص حشوات. لو انت حابه تحطي المكسرات او اي حشوات بتحبيها في نص الفطيره عادي حطيها، لكن انا فضلت ان انا احطها من على الوش بالشكل ده. بعد طبعا ما حطيت الشربات انا برش عليه جوز الهند. لو انت حابه ترشي عليه سكر فانت قللي شويه شربات، ما تحطيش كتير شربات، ورشي من على الوش سكر. حابه ترشي جوز هند ومكسرات، فواكه مجففه، زبيب، اي حاجه حابه تحطيها من على الوش حطيها وكليها بيها، طعمها خطير جدا. طعم الفطيره فعلا تحفه بجد. انا بالنسبه لي حطيت جوز الهند وحطيت فواكه مجففه كانت موجوده عندي. حابه بقى تحطي زبيب ماشي، حابه تحطي اي نوع من المكسرات حطي. بين على الوش بتدي شكل جميل وطعم جميل، فبيعجب الاولاد معانا، بدل ما كنا هنحطها في النص الفطيره فمش هتبقى باينه، لكن كده بيبقى لونها حلو وشكلها حلو، وكمان بنفس الوقت الحشوات برضو بقت موجوده بس من بره. ايه رأيكم بقى في الوصفة؟ جميلة جدا وسهلة وسريعة، من غير ما نعجن ولا نفرد ولا نعمل اي حاجة. يعني لو انت اول مرة تدخلي المطبخ هتعرفي تعمليها بكل سهولة، وهتطلع معاكي ناجحة 100% بالطريقة دي. حلويات سهلة وبسيطة، وكمان هتعجبك وهتعجب الاولاد ان شاء الله. انا كمان هفتح لكم واحدة دلوقتي هوريكم قد ايه هي مورقة طبعا من جوه، وطعمها خطير جدا. شوفوا شكلها عامل ازاي. طبعا طرية شوية من جوه ومقرمشة من بره. والتسوية دي المظبوطة فوق زي تحت. اتمنى بقى الوصفة تكون عجبتكم، وما تنسناش بلايك للفيديو وشير للفيديو، واللي لسه ما اشتركش معايا في القناة يشترك ويفعل الجرس على الكل عشان ينزل له كل فيديوهات الجديدة. وباي باي في فيديو جديد.